السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة صينية أجنحة بالخضار، أو ممكن نسميها تورلي بالأجنحة براحتك انتي. طالما حاطة بسلة وجزر وبطاطس وبصل يبقى تورلي. طبعا، الأجنحة دلوقتي سعرها زي سعر ما أكنك بالظبط راح تشتري فرخة. الأجنحة بقى سعرها 40 أو 35 حسب التاجر. يعني كده كده. احنا ليها عندنا وصفات كتير، وكل واحد بيعملها على حسب مزاجه. في ناس بتعملها كريسبي زي الفراخ الكنتاكي كده، وفي ناس بتحب تعملها بالصوصات اللي هي المسكرة شوية، بالعسل والكلام من ده. تمام. وفي ناس بتعملها عادي صواني زي الفراخ، بس بجد بتبقى طعمها حلو جدا ولذيذة وخفيفة. تمام. لان الصوص بتاعها ما بيكونش تقيل زي يعني ما بتحط فراخ وكده، دهونها بتبقى اكتر. فراخ بتبقى دهونها اكتر شوية عشان الجلد وكده. تمام. المهم انا عندي هنا جبت نص كيلو بصل صغير خالص، يمكن كمان اقل من نص كيلو. هاخد منه بصلتين بس بالعدد كده، اللي هو هعمل بيهم كمرة، واحط عليهم ملح وفلفل اسود وكاري وبابريكيا وحبهان. وهدعكهم كده، وبعد كده هنزل عليهم بنص كيلو من البطاطس مقطعاها زي الوينجز كده. اللي هي العريضة مش مكعبات. انا حبيت اعملها بالطريقة دي علشان تبقى مقرمشة كده من بره وطرية خالص من جوه، وده فعلا اللي حصل. كانت زي الزبدة من جوه. ورشيت رشة زعتر وعود او نص عود من القرفة كان عندي كده، طبعا بيخلي ريحة صينية البطاطس او التورلي في حتة تانية خالص، العود القرفة بالذات. وحطيت برضو نص كيلو من البسلة على الجزر كده. يعني ممكن كده يكون حوالي الخضار كله على بعض حوالي كيلو. وادي البهارات كلها بالظبط سبتها لكم بالترتيب. وهو حبة البصل التانيين، انا حبيت اللي هو البصل الصغنن القوارمة ده علشان يستوي بسرعة وما يغيبش. ما حبيتش احط بصل شرايح او كده. انا مش كنتش عايزة فيها ولا شرايح طماطم ولا شرايح من البصل. وطبعا ورقتين من اللورا ينكهولك كده الصينية. وحطيت طماطمتين مبشورين او مضروبين في الخلاط براحتك انت من غير ميه خالص، عشان كده كده البطاطس والفراخ والكده والبصل هينزلوا ميتهم. وهرص بقى الاجنحه، طبعا مغسوله حلو جدا ومنقوعه في المحلول اللي احنا عارفينه وكل مره بنقول عليه، ومتصفيه. اهم حاجه انك تسيبيها تتصفى عشان تنزل ميتها تماما زي ما انت شايفه كده. كانت زي الفل وبيضه. هحطها على نار عاليه في الاول خالص علشان تبدا تنزل ميتها وتغلي. وفي نص الوقت هبدأ أهدي، وبعد كده هاخدها أو أحطها في الشواية في الفرن تاخد لون بس من الوش مش أكتر. تمام. وزي ما أنا قلت لكم أنا حبيت أحط بصل صغير علشان يستوي بسرعة وما يغيبش في السوا. هبدأ بقى أعمل معاكم رز. أنا الصراحة كنت لآخر لحظة هعمل رز أبيض، بس إيه يعني قررت كده إن أختلف شوية وحبيت أعمل رز حبة وحبة. طبعا ريحته بتبقى فظيعة. ريحته بجد، هو الرز ده مخصوص بيبقى ريحته معروفة عن باقي الرز كله. انا هنا كان عندي حوالي كيلو من الرز، خدت نص الربع عشان احمصهم. نص الربع يعني مثلا يا ستي نص كوبايه مغسوله. نص كوبايه مغسوله بعد ما بتغسلي الرز، حوالي نص كوبايه زي ما انت شايفه كده. هبدأ بقى احمصهم حلو كده في شوية زيت عادي زي اكنك بالظبط بتحمصي الشعرية. هما شوية اي نعم بيغيبوا شوية عن تحمير الشعرية علشان ده رز طبعا بيغيب على ما يتحمص. بس احنا هنفضل نحمص فيه لحد ما يوصل للون الغامق خالص، اللي هو اكنك بالظبط يعني زي اكنك بتحمري مكرونة او شعرية، نفس اللون بتاعهم يعني. تمام. اهم حاجه تفضلي تقلبي فيه، لان هو ممكن تلاقيه واحده واحده عمل منك. فاحنا مش عايزين كده، لان انت لسه هتحطي الرز تاني الابيض، فعشان يبقى ايه واضح اللي هو حبه يا غامقه والتانيه تبقى فاتحه. هنا كده احنا وصلنا للون المطلوب اللي احنا عايزينه. اهم حاجه في الرز ده بالذات عشان يبقى مفلفل، لان هو نادرا قوي لما بيطلع من حد مفلفل، علشان الحبايه التانية دي ممكن هي اللي بتعجن الرز التاني الباقي اللي انت بتحطيه. فعشان ما يعجنش معاكي اهم حاجه تشوحيه كويس قوي،
يعني تخلي كده الحبايه اللي هي اتحمصت دي تشوح لك الحبايه التانية اللي لسه نازله. فهتعملي ايه بقى؟ هتقعدي تقلبي فيه كده حوالي من 5 ل7 دقايق، وتكوني طبعا مجهزه ميه مغليه جنبك. في الرز ده بالذات ما ينفعش تحطي له ميه من الحنفيه لانه هيعجن، هيعجن مهما عملتي ايه هيعجن. ملح بقى وورق لورا كده، وممكن مكعب مرق، حبه فلفل اسود براحتك انتي. البهاراتك اللي بتحبي تحطيها على اي رز عادي حطيها عليه. تمام، بس كده. وهتفضلي برضو تقلبي كده. طبعا انا برضو مسرعه لكم فيديو بس يعني، وبرضو شوفوا كنت بقلب برضو كتير. سبته مده حلوه على النار. انا ما كنتش بغطي، انا كنت بس بشوف ده غطا الحله ولا لا. متقلقوش مش هغطي من غير ما احط ميه يعني. ادي الميه نزلت بيها. والرز ده برضو يعني ايه ميته لازم تكوني ظبطاها، بالذات بقى لو عامله في حله ستيلس، لان الحله الاستيلس ولا هي بتاخد ميه كتير ولا ميه قليل، وطبعا سواها بيبقى صعب شويه مع ناس معينه. عشان ما يشطش منك اظبطي الميه وتهدي النار خالص زي الشمعه. تمام، هنا خلاص الصينيه كانت استوت وخدت السوا بتاعها الكامل على البوتاجاز من فوق، وانا كنت مغطياها اهم حاجه. وبعد كده شغلت الفرن ودخلتها على الشوايه بس. يا دوب خدت اللون الحلو الرهيب اللي انتوا شايفينه ده، متحمرش كده اكنه كده متحمر. وبس يا ستي، بجد كانت ريحتها حلوة جدا جدا وفيها صوص كده جميل. حابة تغمزي، حابة تاكليه على الرز كده اهو. بص بقى الرز ما شاء الله اللهم بارك، كان جميل جدا، مفلفل، مفهوش غلطة. اهم حاجة زي ما قلتلك، لو انت ما بتعرفيش تعملي الرز في الحلة الاستانلس ما تزوديش مية، لان هي بتسلق الحاجة من غير مية. سبحان الله كده ايه، درجة حرارتها بتبقى قوية شوية عن الألمونيا وعن سيراميك والجرانيت. فتقللي المية، ما تكونيش مزوداها، وتهدي النار خالص عشان ما يشطش منك. كده خلصنا الصينية الجميلة دي. طعمها كان حلو جدا، ريحتها كانت فظيعة جدا. جربوها بالطريقة دي وحطوا نفس البهارات. البهارات برضو مش كترها حلو ولا قليلها، هو بيبقى حلو بس تظبطيها، وكل حاجة برضو بيبقى ليها حاجتها. الكاميرا اللي انا عملتها في الاول دي برضو كانت حلوة جدا. اكيد تطلع نفس حلو خالص. البصل لما تقطعيها تحطي عليها البهارات، بعد كده تنزلي بقى بالخضار اللي عندك. عايزه كمان تحطي كوسه مش مشكله، حطي يعني اللي عندك حطيه. الصينيه دي مش هتقولك حاجه. تمام، اللي نفسك فيه حطيه، حسب تقطيعك انت برضو اعمليها. هنا كان الفيديو خلاص خلص معانا والوصفة خلصت. ممكن تعملي جنبيها طبق سلطة، طبق شوربة، لسان عصفور، براحتك انت اللي يعجبك. اهم حاجة لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفة جديدة بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.